السلام عليكم أحباب، مرحبا بكم في قناتكم. اليوم إن شاء الله خارجة خريجة اللي نكتشف فيها مدينة كازا. أنا جديدة ساكنة هنا ماشي بزاف، وكل مرة كنمشي لبلاصة. اليوم غادي نشارك معكم البلاصة اللي غادي نمشي ليها. بلادنا فيها بزاف ديال البلايص اللي مزيونين وفيها من يتشاف، وغنشارك معكم كل نهار بلاصة من البلايص اللي تمشي ليهم. وخليكم معايا في الفيديو شاهدوه كامل باش تشوفوا معايا البلايص وتشوفوا معايا الجمال ديال البلاد ديالنا. هاد البلاصه اللي ماشيه ليها نصحوني بزاف الناس كيقولوا لي مزيونه، وكنت كنشوفها هيدا في الانستغرام كانت كتعجبني. هذه هي بلاصه صراحه اللي بغى يرتاح ويهدن ويرتاح في نفسيا ويهدن الاعصاب ديالو. هاد البلاصه نصحكم تمشيو ليها حدا البحر، وما كتكونش عامره بزاف وكالم بزاف، وحداها واحد المول اللي عاد غادي نمشي له. بلاصه رائعه بزاف كيتمشاو فيها، كاين اللي تيجري تيبغي يدير الرياضه حدا البحر. بلاصه مزيونه وكنصحكم تمشيو ليها. والهواء ديال البحر هو رائع وكيريح النفسيه بزاف. صراحه عجبتني هاد البلاصه وعجبتني حتى الخريجه، ارتحت فيها بزاف. ما كاينش الصراحه فحال البحر والهواء ديال البحر. كيعجبني البحر بزاف، وحتى الهواء ديالو هو نقي اكثريه على في الصباح بكري. بلاصه زوينه، بلاصه مزيانه بزاف. الصيف كيعمر أنا كيولي عامر بزاف. بصح هذا مسجد الحسن الثاني، المساجد اللي معروفين في الدار البيضاء، اللي كيجيو ليه بزاف ديال الناس وبزاف السياح اللي تيبغيو يشوفوا المسجد ديال الحسن الثاني، لانه مسجد من اكبر وافخم المساجد اللي في العالم. كاين في الساحل ديال الدار البيضاء، هو اكبر مسجد في المغرب وثاني في افريقيا، وتبنى النص ديالو على البحر والنص على اليابسه. هو مسجد اللي مزيون، وان شاء الله في الفيديو القادم غادي نشارك معكم التفاصيل ديال المسجد من الداخل والبنايات ديالو وكيفاش مبني التفاصيل ديال المسجد كامل، اللي صراحه جد رائع. وكنت غنصورو ما صورتوش، ولكن ان شاء الله المره الجايه غادي ندير معكم فيديو خاص باش تشوفوا المسجد اللي من اروع المساجد اللي في العالم.
ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، الناس اللي اول مره كيشوفوا القناه ديالي وكيشوفوا الفيديو وعجبكم. ما تنساوش ديروا لي مشاركه باش يوصلكم كل جديد، وان شاء الله كل مره غادي نشارك معكم بلايص اللي مزيونين في بلادنا.